مرحبا بنات، شلونكم؟ إن شاء الله يا رب تكونون بخير. فيديو اليوم راح أسوي لكم هذا مكياج ناعم للمناسبات، إن شاء الله يا رب يعجبكم. وإذا عجبكم لا تنسون تسوون لايك والمشاركة بقناتي. خلونا نبدي. راح أبدي بالبنفيت ستاي دون ستراي آي برايمر، راح أوزع على كل الجفن بطريقة متساوية حتى يثبت لنا الأظلال. وبعدين راح أخذ Mineralized Skin Finish من ماك in Medium Golden وأثبت بيه الآي برايمر حتى يسهل لنا توزيع الأظلال. وبعدين راح أخذ علبة الأظلال من أنستازيا وأخذ اللون روز سيانا وأخليه على كسرة العين كلون انتقالي. وبعدين راح أخذ اللون ريل جا وهم أخليه على كسرة العين وأدمجه بطريقة الروحة والردة والطريقة الدائرية. طبعا من نخلي الأظلال نبدي نخلي شوية شوية ونقوي اللون شقد ما احنا نريده يكون قوي، وندمج طبعا بين كل لون ولون. وبعدين راح أخذ هذا اللون اسمه سايبروس أمبر وأخليه بس على الزاوية البرانية من العين، وهم نفس الشي نخلي شوية شوية ونبني اللون حسب الرغبة وندمج بين أي لون نخليه. بعدين راح أخذ هذا اللون اسمه برايمر فيرا وراح أخليه على الجفن المتحرك، وهم أنا أدمج حتى لا يكون الخط حاد بين اللونين. وراح أخذ هذا اللون اسمه تمبيرا وأخليه جوا الحاجب وأدمج الألوان. والرموش من ليلي قليجي اسمهم ميامي. والحواجبي مثل كل مرة راح أخذ أنستازيا براويز واللون دارك براون. وطبعا نمشط الحاجب حتى يبين شوية طبيعي. وراح أخذ مسكارة الحواجب من ميبلين. وهسه راح أبدي بالوجه. طبعا شفتوا الفانديشن بالفيديو الفات. راح أخذ خافي الهالات من أربن ديكاي اللون اسمه بيتش وأوزعه جوا العين بالبيوتي بلندر. وبعدين راح أخذ تارك شيب تيب كونسيلر، طبعا فرشته كلش كبيرة، هاي أول مرة كنت دا أستعمله. أوزعه جوا العين أو على الأماكن اللي أريد أسوي لها هايلايت. طبعا ريحته تخبل بنات. وأبدي أوزع بالبيوتي بلندر. بنات أني هواية خليت طبعا كونسيلر، انتم ما تحتاجون كل هالكمية لأن أني كنت أول مرة دا أستعمله فما عرفت إيش قد أحتاج فخليته هواية. لأنه هذا الكونسيلر فول كفر يعني يغطيكم كل شي، فما تحتاجون كل هالكمية بنات. وهسه راح أثبت الكونسيلر بالRCMA No Color Powder. أسوي طريقة البيكينج، أخليه على كل الأماكن اللي خليت الكونسيلر حتى يثبت. وبعدين راح أوخره بباودر ثاني من سترالز اسمه بنانا باودر. راح أخذ جيل آيلاينر من إنجلوت رقمه 77 وأخليه داخل العين.
بعدين نفس ألوان الأظلال اللي استعملتهم عالجفن الفوق أخليه همينة عالجفن الجوا وأدمج. وهسه راح آخذ اللوريال تيلسكوبيك مسكارا وأدمج بيها رموشي ويا الرموش الاصطناعية. وراح آخذ هذا اللون اسمه فيرمير وأخليه على مدمع العين. وراح آخذ الميك اب فوريفر برو فيوجن برونزر وأخليه على عظمة الخد مو ككونتور بس حتى ينطيني البرونزي لوك حتى ما بين بيضة مثل الشبح. وبعدين راح أسوي باودر كونتور أستعمل ال NYX الكونتور كيت. راح أخذ هاللونين مثل ما شفتوا بس بطريقة خفيفة. وراح أخذ ال Airspan Loose Powder، هذا همينة ما بيه لون بنات بس حتى أحدد بيه الكونتور. طبعا هذا الباودر كلش زين ورخيص بس الشي اللي ما أحبه بيه ريحته كلش قوية. بلاش من ماك اسمه بيجز أخليه على الخدود طبعا. بعدين راح أخذ علبة الإضاءة الجديدة من أنستازيا ونيكول جيريرو، هاي هم بنية هنا على اليوتيوب. وراح أخذ هذا اللون اسمه فوريفر يانج وأخليه على عظمة الخد وعلى الشفة. وبعدين راح أوخر الباودر اللي كان جوا الخد وراح أخذ قلم التحديد من ماك اسمه ويرل أحدد بيه الشفة. وبعدين راح أخذ حمرة هدى بيوتي اسمها بامشل، الكل كان يسألني على الحمرة هذا اسمها. وبعدين راح أخذ ديور ليب ماكسمايزر، هذا حتى مثل الجلوس وهم يكبر الشفة. وهسه راح أثبت المكياج بالأربن ديكاي All Night Makeup Setting Spray وبهيج راح نكون خلصنا المكياج. إن شاء الله يا رب يعجبكم الفيديو والمكياج، وإذا حبيتوه لا تنسون المشاركة بقناتي واللايك، وأحبكم هواية وأعوفكم بأمانة الله وأشوفكم إن شاء الله بالفيديو الجاي. باي.